السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب الجامعة ويا طالبة الجامعة، أيها الشباب الجامعيون، كل واحد منكم أنت تعيش مفصلا إن لم يكن الأهم فهو من أهم مفاصل حياتك، لا لأنك طالب جامعي فحسب، بل بلحاظ عمرك وبلحاظ الفرصة المتوفرة بين يديك وبلحاظ ما تعايشه من تجربة وتعلم. أما عمرك، والكلام هنا للطلاب الجامعيين في الأعمار المعهودة للطالب الجامعي، أنت في هذا العمر على مشارف 20 أو في بدايتها مفعم بالتعطش للاكتساب، مفعم بالتعطش للتعلم والرغبة في الترقي والاكتشاف والاستزادة. أنت في هذا العمر مستعد للاستفادة من كل ما تواجهه من تفاصيل الحياة، فضلا عما يمر بك في الجامعة من صعوبات، من تحديات، من إصرار، من مراحل. أنت في هذا العمر تجرب وتسمع تجارب السابقين وتنتبه لما ينبغي أن يكون منك في المستقبل وأن يكون لغيرك، وستنقل تجربتك. أنت في هذا العمر أقل تعلقا بمشاغل الحياة وأقل تأثرا بهمومها وأثقالها، ولا تظن أن ما لديك من هموم الآن هو الأثقل، ما سيأتيك سيكون أقوى ويحتاج إلى صبر وتحمل وتجربة أكبر. وإن لم تكن في هذا العمر صغيرا، أنت لست صغيرا، حذاري من أن يوحي إليك النظام التعليمي أو النظام الثقافي الحاكم على العالم أنك صغير. أنت بلغت وتأهلت لتحمل مسؤولية حكم الله عز وجل، الحكم الشرعي، عند 15، وأنت تأهلت لذلك عند 9 من عمرك. أنت بيدك إن كنت راشدا أن تقوم بجميع معاملاتك منذ سن البلوغ. هكذا ينظر إليك الإسلام، إلا أن النظام القائم الفكري يريد أن يصنع منك طفلا حتى لو بلغت 20، بل 25 كما يتكلمون في أنهم يريدون أن يرفعوا سن الطفولة إلى 25. أما بالنسبة للفرصة التي بين يديك فهي ليست فرصة تعلم وحسب، وليست فرصة تأهل للوظيفة وحسب، هذه أمور ضيقة، بل هي فرصة لاشتداد صناعة الشخصية الخائضة لغمار التحديات والتعامل مع المجاميع المختلفة من الناس والنظم المختلفة من الإدارات، والتمييز بين الصالح والناجح والفاسد والطالح. هي فرصة لتوسعة دائرة العلاقات في دائرة المؤمنين بالأخص، بل وحتى غير المؤمنين، مع رعاية الضوابط الشرعية. هي فرصة لتفهم نظم الحياة وتعقيداتها. طبعا الوظيفة والتعلم شيء لا بد منه، هو الأساس أصلا. أما ما تعايشه من تجربة فسيكون معك باقي حياتك من نجاح وفشل، من تلكؤ وتقدم. وهنا لا بد من أن نقول، وإن قلنا أن العلم والوظيفة أمور أساسية طبيعية من دخولك للجامعة، لكن لا تحصر نفسك ومستقبلك في الجامعة وما تخوله لك من وظيفة، فهذه نظرة ضيقة. إذا أراد أحد أن يقيدك بها فهو يريد لك تقييد ذهنك ونفسيتك وروحك. انظر إلى الجامعة وما تقدمه لك من خبرة وعلاقات وتجارب وتقييم وتقوية لنفسك.
إضافة إلى العلم الذي تكتسبه والأدوات العلمية التي تكتسبها، والتي بدورها هي تحتاج إلى تأكد من سلامتها وتوافقها مع الشرع وانسجامها مع منظومتك القيمية التي تؤمن بها. لا تفكر بأن الجامعة مجرد علامات وتفوق أكاديمي وشهادة تحمل معك لتطرق بها أبواب الوظائف. في اليوم الذي تفكر فيه بمثل هذا التفكير، أولا ستفقد مفصلا هو الأهم قلنا، أو على الأقل من بين المفاصل الأهم في حياتك. ذلك العمر وتلك التجربة لن يعوضها شيء. حقق العلامات العالية، حقق التفوق الأكاديمي، لا بد من ذلك، أصلا لا بد من ذلك. أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة لا بد لكما من أن تحققا التفوق الأكاديمي، لا بد لكما من أن تتركا بصماتكما العلمية في الجامعة، وأن تقوما بالأبحاث العلمية، وأن تبرهنا على قدرتكما على التفوق العلمي وعلى إبراز فوائد العلم وثمرته، وعلى المساهمة في الإنتاج العلمي لأمتكما. لا بد أيضا في نفس الوقت أن تفهم أن هذا ليس من الصحيح أن يكون خدمة للشركات الكبرى وانتهى، خاصة إذا كانت تلك الشركات وتلك المؤسسات شركات تابعة للاستكبار الذي يريد أن يسيطر عليك. أنت لم تتعب في 12 عاما ثم تضيف إليها سنين في الجامعة حتى تكون موظفا يحقق تفوقا ماليا لذلك الاقتصاد الكافر ولذلك الاقتصاد المستكبر ولذلك الاقتصاد الذي يريد أن يسيطر عليك ليدخلك جديدا في دوامة من أسلوب الحياة التابع له. من المتفهم جدا أن الطبيعي الإنسان سيتخرج ويعمل وفق مؤهلاته، وقد لا يكون له بد من ذلك، هذا شيء طبيعي. وطبيعي أيضا، وهنا أؤكد على نقطة مهمة، أن التعاليم الإسلامية تؤكد جدا على أن الإنسان المؤمن بقدر الإمكان ينبغي له أن يستقل ماليا بحيث لا يؤجر نفسه، لا يعمل موظفا عند الآخرين، هذا صحيح، لكن لا يلغي الإسلام هذه الواقعية، وأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يكونوا مستقلين في أعمالهم ويمتلكون أعمالهم، لكن كل الناس يستطيعون أن يبدأوا بتجربة نفسهم، هل يستطيعون أن يؤسسوا أعمالا خاصة بهم أم لا؟ هذا الأمر لا بد أن لا يغادر قدر الإمكان طموحك وأملك، لكنه في نفس الوقت لا يلغي صحة أن يتوظف الإنسان عند الآخرين. لماذا أؤكد على هذه الفكرة؟ كثيرا ما يواجه الجامعيون هذه الفكرة التي تقول بأن إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك فالناجحون ببابك، انظر إلى أمثلة النجاح، ها هم ببابك كثير من الناجحين الذين حققوا الأرصدة العالية من الأموال في بنوكهم وثرواتهم لم يدرسوا، بل لم يعملوا وفق شهاداتهم،
ومن أمثال هذا الكلام بل لم يقبلوا أن يكونوا موظفين عند غيرهم وأمثال هذا الكلام. فتشعرك هذه الأمور دائما بأنك لست ناجحا. تأكد جدا من أنك تحقق التفوق العلمي، وفي نفس الوقت لا يحصرك هذا التفوق، بل تحقق التفوق الحياتي أيضا، والتفوق على مستوى الشخصية وعلى مستوى التفكير الواقعي في الأمور، حتى تستفيد من فرصة كونك طالبا جامعيا في كل ذلك. والأمل معقود بنواصيكم أيها الشباب وأيها الشابات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.